مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي مالي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. إحياء ذكرى الشهداء في ساوة. إحياء يوم الشهداء في بلدان البهجة. أعضاء شركة حارات للنقل والدفعة الأولى من الخدمة الوطنية يتبرعون بالدم. أمريكا تهاجم مواقع نووية وطهران تؤكد حماية اليورانيوم العالي التخصيب. الكونغو الديمقراطية تمدد حظر تصدير الكوبالت. العراق يطالب أمريكا بالتدخل لوقف انتهاك الطائرات الحربية الإسرائيلية لأجله. السلام عليكم ورحمة الله. تم إحياء ذكرى 20 من يونيو يوم الشهداء في 19 من يونيو بساوة، وشهدت المراسم عروض فنية تجسد مجد تضحيات الشهداء والبطولات التاريخية لهم إلى جانب صمود الشعب الإريتري. وأشار قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد دبسايقدي في كلمته إلى أن الحرية والسلام التي ننعم بها نتجت عن البطولات المتوارثة للأجيال الإريترية في ردع والقضاء على الحملات المتتالية من قبل دول وقوات طامعة في مسح الهوية الإريترية وغزو أراضيها، بذكرى مدى اعتزاز وفخر الإريتريين بشهدائهم والأمانة الوطنية. وذكر بضرورة التسلح بالعلم والمهارات بتوارث القيم الوطنية وضمان الأمن والسلم للمحافظة على الحرية والسيادة الوطنية والسير نحو مستقبل مزدهر ناتج عن التنمية مستدامة بمشاركة وعي للجميع. واختتم البرنامج بإشعال الشموع ذكرى للشهداء الذين وهبوا أرواحهم فداء للوطن. أحيا الإريتريون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية وجنوب السودان وأنغولا وكينيا ومصر وقطر وتركيا وغيرها 20 من يونيو يوم الشهداء. وأفادت التقارير الواردة من لاس فيغاس رالي ودورهام في الولايات المتحدة الأمريكية ولندن وشيفيلد وليستر سيتي ونيوكاسل وليفربول ونوتنغهام وكوفنتري وبريستول وكارديف وويكفيلد وميدلسبرا وساوثهامبتون وميلتون كينز وغلاسكو وبرمنغهام ومانشستر وليدز وبرايتون في المملكة المتحدة، والرياض وجدة ونيماس في المملكة العربية السعودية، ولواندا وبنجي وليبانغو ووامبو وكابيندا ولوكابا ودوندو وبي ومالانغ وسابريمو وكافو في أنغولا. إحياء الإريتريين يوم الشهداء بإضاءة الشموع وغيرها من الأنشطة التي تعكس المناسبة. وأقيمت فعاليات مماثلة في نيروبي الكينية والقاهرة المصرية واسطنبول التركية والدوحة القطرية وأبيجان في ساحل العاج. وقدمت في بعض المدن تبرعات مالية وتعهدات في مدن أخرى بتحمل مسؤولية عائلة أسر الشهداء. وفي هذا الإطار تبرع الإريتريون في مدينة الرياض وضواحيها ب28,775 ريال لتنمية صندوق أمانة الشهداء، بينما تعهد أفراد وجمعيات بمبلغ 140,760 ريال لإعالة 51 أسرة شهيد. وفي أنيماس قدمت شهادات تقدير لمن أدوا واجبهم في دعم أسر الشهداء. في غضون ذلك تم التبرع ب 46,300 جنيه و1510 دولار أمريكي في حفل تأبين أقيم بالقاهرة. تبرع أعضاء شركة حارات للنقل وأعضاء الدفعة الأولى من الخدمة الوطنية بالدم لإثراء بنك الدم الوطني الإريتري بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء. بناء على ذلك تبرع أفراد من شركة حارات للنقل ب 63 كيسة من الدم في 19 من يونيو، وأعضاء الدفعة الأولى من الخدمة الوطنية ب 62 كيس من الدم في 22 من يونيو وفقا لبنك الدم الوطني. وعبر المتبرعون عن رضاهم لتبرعهم بالدم وسيواصلون التبرع بالدم مستقبلا. وأكد كل من السيد فصون برهاني رئيس قسم العقود والخدمات السياحية في شركة حارات للنقل والمهندس روتا ولد ميكائيل منسقة عمليات التبرع بالدم في الدفعة الأولى من الخدمة الوطنية عن ترحيب جميع الأعضاء بالبرنامج، مؤكدين استمرارهم في التبرع
بشكل منظم. وكذا الممرض صالح عثمان إن الحملات الجارية ساهمت بشكل إيجابي في رفع مستوى الوعي وإثراء التبرع. تبرع عمال المؤسسات الحكومية في مديريات كرن وهبرو وحلحل بإقليم عنسبة ب200 ألف نقفة من رواتبهم الشهرية لأسر الشهداء. كما تبرع أعضاء فرع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة وإدارة مدينة كرن ب50 ألف نقفة لأبناء الشهداء الطلاب وأم شهداء واحدة. وقال مدير مدينة كرن السيد رزنا رأي في المناسبة إن العمل جاري لإيجاد آلية تمكن كل فروع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة من تحمل مسؤولية رعاية أسرة واحدة. وفي الوقت نفسه تم توزيع 100 ألف نقفة في مديرية هبرو و50 ألف نقفة في مديرية حلحل على أسر الشهداء. وذكر مدراء المديريات إن مسؤولية دعم أسر الشهداء تقع على عاتق كل مواطن. أفادت وزارة العمل والضمان الاجتماعي بأن مواطنين من داخل البلاد وخارجها تبرعوا ماليا لصندوق أمانة الشهداء. بناء على ذلك تبرع أفراد الجالية الإريترية في كوبنهاغن بالدنمارك ب 117,551 نقفة. وتبرع المقيمون الإريتريون في سينسيناتي بالولايات المتحدة الأمريكية ب5,000 دولار أمريكي. وتبرعت السيدة تبلس أو علوم المقيمة في ألمانيا ب56,500 نقفة باسم الشهيد المناضل غويت أوم سبهات الآب. وتبرع سكان بادن والمناطق المحيطة بها في ألمانيا ب450 يورو. وتبرعت الجالية الإريترية في مانهايم والمناطق المحيطة بها في ألمانيا ب275 يورو. في هذه الأثناء تبرع المواطنون المقيمون في ألمانيا ب 133,459 يورو. والمقيمون في أستراليا ونيوزيلندا ب 72,000 دولار أمريكي. والمقيمون في لايدن بهولندا ب 3,240 يورو. والجمعية الإريترية في موتالا بالسويد ب 2,160 دولار أمريكي. والجمعية التعاونية الإريترية في جنوب السويد ب 11,500 كورونا سويدية. والمقيمون في السويد السيد جوجي جبرهوت وزوجته عقبة في السهية ب 730 دولار أمريكي. والمقيمون الإريتريون في هيسليوم بالسويد ب 6,700 كورونا سويدية و17,143 نقفة. والمقيمون في سويسرا السيد كيداني جبر مدهن وزوجته أمة صين جبر سلاسة ب 400 دولار أمريكي. وتبرع موظفو المكتب المركزي بوزارة العمل والضمان الاجتماعي ومؤسسة رعاية الأطفال ودار الإعاقة في مخيم دندن ب 102,783 نقفة. ومدرسة حالايا الثانوية ب 25,884 نقفة. وموظفو المكتب المركزي للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة ب 21,600 نقفة لرعاية أسر الشهداء. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. في اليوم العاشر من الحرب الإسرائيلية الإيرانية أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده نفذت هجوم على المواقع النووية الإيرانية الثلاث فوردو ونطنز وأصفهان، مؤكدا أن الآن هو وقت السلام. في حين قال مصدر إيراني كبير لوكالة رويترز إنه تم نقل معظم اليورانيوم العالي التخصيب بفوردو إلى مكان غير معلن قبل الهجوم الأمريكي. وقال ترامب إنه تم إسقاط حمولة كاملة من القنابل على الموقع النووي الأساسي في فوردو، مؤكدا أن موقع فوردو انتهى. في المقابل قال المسؤول الإيراني إنه تم تقليص عدد العاملين في موقع فوردو إلى الحد الأدنى. وردا على ذلك أطلقت إيران دفعتين صاروخيتين صباح اليوم الأحد على إسرائيل، مخلفة دمارا كبيرا في عدة مواقع. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الصواريخ سقطت بشكل مباشر في عدة مناطق بإسرائيل. وأفادت مواقع إعلام إسرائيلية بارتفاع عدد المصابين إثر إطلاق الصواريخ الإيرانية على إسرائيل إلى 27 مصابا. سياسيا قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن أحداث هذا الصباح لها عواقب وخيمة، وعلى أعضاء الأمم المتحدة الشعور بالقلق إزاء هذا السلوك الإجرامي.
مددت الكونغو الديمقراطية الحظر على صادرات الكوبالت لمدة 3 أشهر وفق ما أعلنت هيئة تنظيم ومراقبة أسواق المواد المعدنية الاستراتيجية. وفي بيان أصدرته أمس السبت أوضحت الهيئة أن تمديد الحظر يهدف للحد من فائض المعروض من مادة بطاريات السيارات الكهربائية. يشار إلى أن الكونغو الديمقراطية هي أكبر مورد للكوبالت على مستوى العالم. وفي فبراير الماضي علقت الحكومة عمليات التصدير لمدة 4 أشهر بعد أن وصلت الأسعار إلى أدنى مستوى لها في 9 سنوات عند $10 فقط للرطل. وكان من المقرر أن ينتهي الحظر اليوم الأحد، لكن السلطات مددته 3 أشهر. وجاء في بيان هيئة تنظيم ومراقبة أسواق المواد المعدنية أنه تم اتخاذ قرار بتمديد التعليق المؤقت نظرا لاستمرار ارتفاع مستوى المخزون في الأسواق. أبلغت وزارة الخارجية العراقية السبت القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد ستيفن فاغن بضرورة تدخل الولايات المتحدة لإيقاف الانتهاكات المتكررة من جانب الطيران الحربي الإسرائيلي للأجواء العراقية في طريقه لشن هجمات على إيران. وقالت الوزارة في بيان إن هذا الانتهاك لا يعد مساسا بالسيادة العراقية فحسب، بل يشكل تهديدا مباشرا لأمن وسلامة الملاحة الجوية المدنية. وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، أكد وكيل وزارة الخارجية العراقية لشؤون العلاقات الثنائية محمد حسين بحر العلوم خلال لقائه السبت مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد ستيفن فاغن رفض العراق المطلق لاستخدام القوى العسكرية. وأشار البيان إلى أن فاغن أكد بدوره أنه سينقل قلق الحكومة العراقية إلى الجهات المعنية في واشنطن. ختاما سادتي لنشرة الأخبار، هذا تذكير بأبرز العناوين. إحياء ذكرى الشهداء في ساوة. إحياء يوم الشهداء في بلدان المهجر. أعضاء شركة حرام للنقل والدفعة الأولى من الخدمة الوطنية يتبرعون بالدم. أمريكا تهاجم مواقع نووية وطهران تؤكد حماية اليورانيوم العالي التخزين. الكونغو الديمقراطية تمدد حظر تصدير الكوبالت. العراق يطالب أمريكا بالتدخل لوقف انتهاك الطائرات الحربية الإسرائيلية بأجوائه. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.